يا اخويا حتى البيض عملوه بودرة، عملوا له اكياس كده، حطوه زي البيكنج باودر والفانيليا في اكياس. البيض اللي بناكله بتاع الفراخ. انا يا اخويا اول مرة اسمع عن الموضوع ده. طب انا عارف ان التوم بيطحنوه بيبقى بودرة، البصل نفس الكلام. طب يا اخويا انتوا البيض طحنتوه ازاي وحطيتوه جوه الكيس كده؟ انا قلت مش هسيب الموضوع ده غير لما انزل اسأل في السوق. نزلت يا اخويا، رحت للراجل بقول له اديني كيسين بودر اللي هو بتاع البيض، موجود يا اخويا عندك؟ قال لي ايوه. قلت له اديني كيسين يا اخويا اروح اجليهم اعمل له قرص بيضة. تتخيل الراجل يقول لي ده ما بيتجليش. واه، طب يا اخويا البودر ما بيتجليش، امال انا اسلقه ازاي انا ده يا اخويا؟ طيب احطه في الميه ازاي يتسلق؟ ده قال لي ما كمان ولا بيتسلق. واه، يعني يا اخويا دلوقتي انا ولا اسلقه ولا اجليه؟ طب ما انا اخده اشمه يعني اشبع ولا اعمل له ايه ده يا اخويا ده؟ يعني انا دلوقتي اخد البودر منك ده احطه في نص رغيف واكله من غير ما اعمل له حاجه، ولا اخده عضل ولا وريت عشان اشبع بس يا اخويا؟ قال لك يا اخويا ده ولا بيتسلق ولا بيتجلي، ده بيستخدموه قال في الحلويات. حلويات اللي زي التورته قال والجاتو والكيكه والحاجات دي. طب يا اخويا احنا دلوقتي كلنا عشان نحلي، وانا قال اللي عامل نفسي قال ناصح لما لقيت ان الاربع اكياس ب8 بيضه. قلت لا انا اروح اجيب كيسين قال واروح اكليهم. ده انا بحمد ربنا يا اخي ان سيدي وستي ماتوا قبل ما يعرفوا ان البيض عملوه بودره. والمصيبه الكبيره ان بيقول لي ان الاكياس دي نازله من زمان قال في السوق، بس احنا مش درانين ولا كنا نعرف عنها حاجه. فانا قلت اقول لك اخويا بدل ما تعمل نفسك ناصح وتنزل تشتري لك كيسين وتقول له روح اعمل سندوتش بيض ولا بتاع. السلام عليكم.